السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كالمعتاد نبتدي الفيديو بتاعنا الاول بان احنا بنصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تاني حاجة ان احنا ندعي لاهلنا واخواتنا في فلسطين ان ربنا يسترهم وينصرهم ويجبرهم جبرا عزيز مقتدر يا رب. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشين. الفيديو بتاع النهاردة جاي أدردش معاكم في عبارة أنا بحبها قوي، جملة بحبها قوي وبطبقها عن نفسي، اللي هي أنت حر ما لم تضر. يعني أنت حر تعمل اللي أنت عايزه، المهم في الآخر ما تكونش بتضر حد أو بتسيء لحد. امبارح السوشيال ميديا كلها بمعنى كلمة كلها، فيس، تيك توك، يوتيوب، انستجرام، كلهم بيتكلموا عن الفيديو بتاع الطالبة بتاعت جامعة أسيوط بتاعت كلية التربية، اللي هي في حفلة التخرج بتاعها دخلت عملت حركات إيقاعية على أغنية من أغنيات المهرجانات. الدنيا كلها اتشالت واتقلبت عليها، الناس كلها عملوا نفسهم قضاة وإن هي متهمة وكل الناس حكموا عليها. طيب تعالوا كده نبص للكلمة دهيت أو للجملة دهيت، أنت حر ما لم تضر. الحفلة اللي البنت عملت فيها حركات إيقاعية، البنت داخلة حفلة التخرج بتاعها. حفلة التخرج دي مدارس كتير وجامعات بيعملوها، إن الطلبة مثلا بتوع ثانوية عامة في سنة تانية أو في سنة تالتة بيعملوا حفلة. الحفلة دي بيعملوها في فندق، في نادي، في قاعة بيأجروها، بيروحوا هم وأهاليهم ويغنوا ويفرحوا ويشيلوا تعب السنة، التعب ده كله أو تعب السنين ده كله بالحفلة دهيت. والاهالي بتبقى موجوده، بتبقى فرحانه لان هم كمان بيبقوا تعبانين مع اولادهم في السنين دي. وممكن طلبه جامعه يكونوا بيخلصوا خلاص الجامعه بتاعتهم، فبيعملوا حفله كبيره برضو ويروحوا يغنوا ويفرحوا كلهم مع بعض والاهالي بتحضر. البنت انا اتفرجت لها على الفيديو بتاعها اللي هي بتاعت جامعه اسيوط، داخله لابسه لبس محتشم جدا، لابسه بدله سوداء، لابسه الكاب بتاع التخرج بتاعها، ودخلت عملت حبه ايقاعات كده، حركات على اغنيه من اغنيه المهرجانات. اغنيه المهرجانات دي اللي كل قنوات التلفزيون، سواء القنوات بتاعت الام بي سي، سي بي سي، دي ام سي، الكلام ده كله بيستضيفوا المغنيين بتوع المهرجانات وبيدفعوا لهم فلوس كتير جدا عشان يجوا عندهم نص ساعه او ساعه عشان يعللوا بس الريتش بتاع القناه بتاعتهم. ماشي، يعني البنت ما عملتش حاجه، احنا في التلفزيونات العاديه واحنا قاعدين في بيوتنا بنسمعها وبنتفرج عليها، ما بنطفيهاش. احنا اللي بنشوفها لما الناس بتبقى عامله افراح كبيره وما اعرفش ايه، يجيبوا المغنيين دول بالافات الالافات علشان يحيي لهم الفرح بتاعهم والناس كلها تقعد تغني وترقص وعادي جدا. جم بقى الناس كلها عملوا نفسهم قضاء وحكموها، انت مجرمه، انت ازاي تطلعي تعملي كده وازاي ترقصي وازاي. اولا هي طالعه بترقص ايه؟ هي ما رقصتش تماما، هي طالعه بلبسها العادي، بنقول بدله كامله مغطيها. البنت عملت شويه حركات ايقاعات كده فرحانه، واللي عملته ده في مكان كبير، كل الزمايل واهالي والكل فرحان بنفسه انه الحمد لله عدى الحكايه دي على خير. ايه بقى؟ اجي الاقي بقى برامج، علشان البرامج دي شبه ان هي مش متشافه. ده انا شفتها كده بايلك وانا بدور كده في الفيس اسلي نفسي في اي حاجه، لقيتهم علشان يعلوا الريتش عندهم كلهم بيحاكموا البنت، دي بنت مجرمه، دي بنت مش متربيه، وابتدوا يعينوا نفسهم قضاه وهي متهمه وحكموا عليها خلاص. كل واحد براحته، هي ما ضرتكش ان هي خرجت عملت الحركه دهيت، كل واحد يعبر عن فرحته براحته. يعني مثلا هتكلم عن المذيعة اللي اسمها مفيدة. المذيعة دهيت قعدت على بنتها، ربتها وكبرتها لحد ما اتعلمت وخلاص بتتجوز، ونزلت لنفسها فيديو وهي في بيتها مفيدة وهي بترقص وبتقول لك الدنيا دي مش سايعاني، ان الحمد لله ادت رسالتها ان بنتها الحمد لله هتتجوز والزوج صالح ان شاء الله والكلام ده كله. رقصت وما اتكسفتش انها تنزل لنفسها فيديو وهي بترقص في بيتها، لا ورقصت كمان في القاعه بتاعه الفرح بتاع بنتها وزمايلها جم شاركوها، مذيعين كبار رقصوا وعبروا عن فرحتهم. ليه الدنيا ما اتشالتش واتهبدت؟ قلت ايه ده؟
ده مفيده بصوا طالعه بترقص في بيتها ازاي. ايه ده دول المذيعين الوقورين اللي بنتفرج عليهم، بصوا طالعين بيرقصوا ازاي. ليه ما عملنا لهمش محاكمه؟ طيب ما تيجوا نتكلم برضو على النجمه انتصار، كانت اعمالها في رمضان جميله. ففي مسلسل من ضمن المسلسلات بتاعت اعلى نسبه مشاهده كان واخد جوائز، الست في القاعه وهم بيوزعوا الجوائز نادوا على اسمها، قامت رقصت وطلبت من الناس اللي معاها انهم يرقصوا وما اعرفش ايه، فرحانه، عبرت عن فرحتها، مش لابسه بدله رقص. برغم ان الرقصات اللي بيلبسوا بدله رقص، المذيعين اللي كانوا بيهاجموا البنت دي من اول الناس اللي بيروحوا يحضروا لهم في الحفلات بتاعتهم في النايت كلاب بتاعهم او الكلام ده كله. اشمعنى البنت دي تتهاجم؟ ما هاجمتوش الناس دي التانية ليه؟ في فرح برضو ممثلة جميلة عوض، شفنا ممثلات كتير جدا بيرقصوا ويغنوا وما اعرفش ايه، وشفنا اسماء جلال بترقص وتحيي الناس وما اعرفش بتعمل شو والكلام ده كله. الدنيا ما اتشالتش واتهبدت عليها ليه؟ ما اتشالتش واتهبدت على اللي هي لابسه ليه؟ والبنت اللي لابسه لبس عادي ولبس محترم، هي دي اللي احنا هاجمناها، هي دي اللي احنا قطعنا فيها، هي دي اللي كسرنا فرحتها. البنت اللي نزلت على الحساب بتاعها على الفيسبوك ان هي بجد هتحتسب الناس دي كلها يوم القيامه قدام ربنا ان هم كسروا فرحتها، وان هم عشان يطلعوا ترند او يعلوا الريتش بتاع البرنامج بتاعهم جابوا في سيرتها وفي عرضها. ليه؟ بالرغم ان واحد من الموزعين دول قبل كده كان متهاجم، انت بتسمح لبنتك تروح مع شباب زمايلها في الكليه تصيب بقى في الساحل؟ رد قال ده تحت اشرافي. طب ولما نزلت معاهم في الساحل ونزلت البحر بالبكيني ده كان عادي؟ تحت اشرافي، كله تحت اشرافك تحت اشرافك. طب ما دي كمان على الاقل دي لابسه لبس كامل في مكان مليان ناس وناس محترمه لابسين لبسهم وما عملوش حاجه وما قالوش حاجه وما اتكلموش في سيره الناس عشان ياخدوا الترند او الشهره دي كلها. لو المذيعين دول بجد ما عندهمش حاجه المعدين يعملوها لهم عشان يتكلموا عليها، ففي حاجات حلوه كتير جدا بتحصل عندنا في البلد ممكن تتكلموا عنها، حاجات حلوه كتير جدا جدا جدا. ما تيجي مثلا تتكلموا عن البنت، عن البطله اللي اسمها مريم العزيزي اللي كسبت في الاسكواش قدام لاعبه اسرائيليه، وان هي اتصعدت البنت دهيت للنهائي بتاع بطوله اوروبا. فينا ليه ما تتكلموش عن بنت زي دي وتدوها حقها؟ ده البنت دي خبر فوزها خط كده، صوره صغيره كده، لكن البنت بتاع جامعه اسيوط ياه كله اكل على حسابها عيش، كله فيس يوتيوب انستجرام تيك توك، كله بقى قضاء، وكله بسم الله ما شاء الله عليهم ما بيغلطوش الغلطه. وهي على فكره البنت حقيقي برضه ما غلطتش الغلطه، البنت اللي عملته ديت ما عملتش حاجه غلط، ما رقصتش، ما كانتش لابسه لبس مهين، كانت بتعمل الحركات الايقاعيه في وجود اهلها واهل اصحابها واصحابها والناس دي كلها فرحانه. الناس دي تعبت، الناس دي بدل ما احنا بنحكم عليها انتوا ناس ما ربتوش وانت بنت عايزه ترند وانت والله ده انتوا اللي تستاهلوا انكم تتحكموا. في حاجات حلوه برضه تستاهل انكم تتكلموا عنها. البنت اللي فازت بالمرتبه الاولى عالميا في حفظ القران الكريم محدش جاب سيرتها خالص، خبر كده صغير منشط كده صغير، لكن التانية كله اكل عليها. لو عايزين بقى مواضيع فنيه ما تيجوا تتكلموا على الحفله بتاعت عمرو دياب اللي ضرب المعجب اللي كان عايز يتصور معاه، ضربه بالقلم ومفيش حاجه حصلت يعني. ها بتتكلموا على الحفله اللي عملها اللي وقفت النجمه الممثله العظيمه نجلاء بدر بتنفض له رجل البنطلون. طب ما تيجوا تتكلموا برضو عن فينوس الدراما المصريه غادة عبد الرازق لما هي بتشارك في اللي هو عرض الازياء، ده جميل، هي واحده مصريه بتشارك في حاجه كويسه. طب بلاش، طب ما تيجوا تتكلموا عن حاجه بقى كلنا عايشينها اليومين دول ومجرد ضوء بسيط هو اللي اتعمل عليها، الكارثه بتاعت الثانويه العامه والبنات المنهاره في الثانويه العامه، البنات اللي اغمى عليها والبنات اللي حصلت لها صدمه، الاهالي اللي انهاروا، الاب اللي خد بنته بعد امتحان الفيزياء وقال يا ريتني الفلوس اللي انا كنت صرفتها دهيت في دروس الثانويه العامه كنت جهزت بنتي. طب هتعمل ايه يا استاذ؟ قالوا انا هجوزها. ما تيجوا تتكلموا عن الست، الفيديو اللي جاب لنا واحده ست بتخطف طفل وعامله نفسها ان هي ما بتخطفوش والكلام ده كله. واحنا لازم نمسك اعراض الناس ونقطع فيها؟ واحنا لازم نتكلم في اي حاجه غلط عشان نعلي الريتش
وناخد الاضاءه. واللي بيعملوا كده يعني ده بيتهم من الازاز. يعني الناس اللي قعدوا يحاكموا البنت ويتكلموا عنها ده بيتهم من ازاز. والمثل بيقول لك اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. انت حر ما لم تضر. كل واحد فينا بيعبر عن فرحته براحته، مادام ما بيأذيش الناس، مادام مش ضد عادات وتقاليد المجتمع. يا ناس ده الناس كلها بتفرح، الناس ما بتصدق تلاقي حاجه تفرح بيها. ليه مجرد ما نلاقي الناس هتفرح لا تفرحوا؟ ده انتوا غلط، ده انتوا وحشين، ده انتوا ما ربطوش، ده انتوا ونبتدي نحط لهم المشانق، نعلق لهم المشانق، واحنا بقينا خلاص قضاة، احنا اللي عارفين الصح والغلط، احنا اللي عارفين نحتفل ازاي وما نحتفلش ازاي. ما تبصوا لنفسكم، مفيش حد فينا ما بيغلطش، والبنت ما غلطتش. وبأكد تاني، انت حر ما لم تضر. البنت ما غلطتش، البنت عبرت عن فرحتها. زي ما احنا كلنا لما اولادنا بينجحوا، اللي بتزغرط، اللي بتوزع شربات، حاجه ساعه، ده الناس ما بتصدق انها تفرح. سيبوا الناس تفرح، احنا محتاجين الفرحه. كفايه كآبه، كفايه تصيد اخطاء للناس. هيقعد لكم والله كما تدين تدان. ده انت هتدان ويستهان وتتضرب 100 علقه. مش عايزه اقول لك والله. يعني انت كل مره في رمضان بتطلع يتعمل عليك حفله وما اعرفش انت بتطلع ليه في البرامج لما بيستضيفوك. يمكن عشان الفلوس اللي هم بيدوها لك، ده اكيد، مش عشان، مش يمكن، ده اكيد. لان انت عارف هتطلع كل مره يطلعوا لك فيديوهاتك، يطلعوا لك صور ليك، يطلعوا لك اراء. اللي انت بتطلع لنا بيه في البرامج حاجه، الملاك الطاهر، وحقيقتك اللي بيطلعوها لك في البرنامج دي حاجه تانية خالص. بيجيبوا لنا حقيقتك. فما تحاولش. انت بنتك مسافره تصيف مع شباب معاها في الجامعه، فين الرجوله؟ فين النخوه؟ ها؟ ناس مصورينها. فتقول الله كده هوت. وبلاش نعلق للناس المشانق، وبلاش نطفي للناس فرحتها. لما نلاقي حد بيفرح نبارك له، عقبال عندنا، عشان ربنا كده يردها لنا بالفرحه. لكن اللي هجيب في سيره الناس وفي اعراض الناس ويحاكم الناس، والله ربنا ما هيسيبه، وهيقعد له وبيقعد له. بجد والله انا الفيديو ده انا كنت عايزه اعمله لان كنت متغاظه جدا. البنت يا عيني طالعه منهاره، كسروا فرحتها، كسروا فرحه ابوها وامها. انا عايزاكم كده تسيبوا الناس في حالها وتسيبوا تفرح. ها؟ ما تفضلوش ورا الناس تتصيدوا لهم الاخطاء وانكم تعلقوا لهم المشانق. اتمنى ان انا اكون فضفضت شويه عن اللي جوايا. ويا ترى انتوا اكيد كلكم شفتوا الفيديو ده بتاع البنت. ما تقوليش ان البنت غلطانه، لان كل واحد بقى ليه رايه. انا عن نفسي انا مش شايفه ان البنت غلطانه. افرحي يا بنتي، انت تعبتي، اهلك تعبوا، فمن حقك انك تفرحي. انت لا انت طالعه ببدله رقص، ولا انت في نايت كلاب، ولا انت طالعه ما اعرفش بتترقصي. ده الرقصات بيروحوا يدفعوا لهم الافات من دم قلبهم، بدل ما يروحوا يدفعوها الجامع، ولا يعملوا وصلة ميه للناس اللي هم بيجيبوهم لنا في التلفزيون، ولا يعالجوا مرضى، ولا يعالجوا ستات غارمات، ولا الكلام ده كله. لا، ده بيروحوا يدفعوها في النايت كلاب عشان يتفرجوا على الرقصات ومغنيين المهرجانات اللي كانوا بيعاتبوا على البنت. انت بتعملي حركات على مغنية مهرجانات، انتوا بتدفعوا فلوس لمغنيين المهرجانات دول عشان يجوا يضحكوكوا شويه او يفرحوكوا شويه او يحيوا لكم فرح او مناسبه. فبلاش كده. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وهستناكم تكتبوا تعليقاتكم. خلاص؟ ولو تعليقك نيجاتيف معلش انا مش عايز تعليقك. لو تعليقك بوزيتيف اكتب لي التعليق بتاعك. احنا كلنا من حقنا نفرح، وكل واحد بيفرح بطريقته. مفيدة فرحت بطريقتها، اسماء جلال فرحت بطريقتها، انتصار فرحت بطريقتها، محدش حاكمهم، بالعكس الناس كلهم شاركوهم الفرح. فياريت كلنا نسيب الناس تفرح، كل واحد يفرح بطريقته، مادام ما بيجرحكش، مادام ما عملكش حاجة تأذيك. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. شكرا يا حبايبي، سلام عليكم.